النهاردة الجو حلو فقلت أنزل أتمشى شوية، وفكرت إني ممكن أخدكم معايا ونتمشى مع بعض. وده خلاني أفكر في موضوع أتفلسف معاكم فيه عشان الملل وكده، وعشان المرة الجاية برضو تيجوا تتمشوا معايا ونقعد نتفلسف سوا. النهاردة هتكلم عن حاجة أغلبنا بيمر بيها، حاجة بتستهلك جزء كبير جدا من طاقتنا، حاجة مجرد ما بتيجي في عقلنا بتفضل تكبر وتكبر، وفي الآخر ما بتوصلناش لأي حاجة. يا ترى عرفتم هي إيه؟ لأ. طيب، النهاردة هتكلم عن إزاي نبطل overthinking أو التفكير الزايد عن اللزوم. لو بتحس إنك بتفضل تعيد نفس الكلام اللي اتقال من 3 أيام، أو قاعد تشغل دماغك بتتخيل كل سيناريو وحش ممكن يحصل قدام، ولما تقول خلاص هبطل تفكير تلاقي نفسك بعدها ب5 دقايق رجعت تفكر تاني. فأنا عايز أقولك إن أنا فاهم الإحساس ده كويس جدا. خليني أقولك حاجة مهمة، اللي أنت فيه ده مش تفكير حقيقي، ده بالظبط زي برنامج شغال في الخلفية وأنت ما اخترتوش، وأول ما تفهم هو بيشتغل إزاي هتقدر تطفيه. أغلب اللي بنسميه تفكير هو في الحقيقة اسمه mental noise أو دوشة دماغ. طب إيه الفرق بين المنتال نويز والتفكير الحقيقي؟ التفكير الحقيقي بيكون ليه هدف بيوصلك لنتيجة والموضوع بينتهي، إنما الأوفر ثينكينج أو التفكير الزايد عن الحد هو عبارة عن دايرة مقفولة بتفضل تلف وتلف من غير ما توصل لأي حاجة، وبعد ساعة من التفكير تبدأ تحس إنك ضايع أكتر ومتوتر أكتر. لو بقالك أيام أو أسابيع أو شهور بتفكر في نفس الموضوع ومفيش أي حل بيقرب، ده مش تفكير، ده اسمه overthinking. المشكلة إن دماغك بتقنعك إن اللفة دي مفيدة أو إنها بتحميك. لو بطلت تحليل وتفسير وتوقعات لأسوأ الأمور اللي ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، تحس إن ممكن يفوتني حاجة أو ممكن أعمل حاجة غلط. بس بصراحة كم مرة اللف ده فعلا حماك؟ غالبا ولا مرة. الفخ هنا إن التفكير الزيادة ده بيعمل قلق، وبعدين يقولك تعالى حلهولك، فتفضل تفكر وتتوتر وتفكر وتتوتر وتفضل في نفس الدايرة. بيطلع لك مشاكل زيادة بدل ما بيديك حلول. والسبب الأكبر هنا هو إدمان السيطرة، إنك اتعلمت إن التفكير بيساوي أمان. لو توقعت كل حاجة ممكن تحصل ساعتها هبقى في السليم، بس الحقيقة إن السيطرة دي وهم. المستقبل مش مضمون والماضي مش هيتغير، فأنت بتتعب نفسك من غير أي حاجة في الواقع هتتغير. ولما تحاول تبطل ده بالقوة بتحصل حاجة غريبة جدا، تلاقي نفسك بتحس بتوتر أكتر فترجع تفكر تاني. وانت مش بترجع تاني عشان فعلا محتاج تفكير، ولكن ده دليل ان في أعراض انسحاب. زي اللي بيحاول يبطل سجاير مثلا وبيلاقي نفسه بيرجع لها تاني مع انه فعلا عاوز يبطل. الحل مش انك تحارب افكارك، لانك كده بتزود تفكير على تفكير. الحل انك تشوف اللعبة اللي بتحصل بوضوح، لدرجة انك ما يبقاش عندك الرغبة انك تدخلها او تشارك فيها. زي ما عمرك هتختار تاكل اكل لو عرفت انه فيه سم، انت مش هتعوزه اصلا. طب ايه اللي ممكن يساعدك اسرع حاجة انك تتخلص من التفكير الزيادة دوت؟ اكتر حاجة ممكن تساعدك هو انك يكون عندك هدف او غاية حقيقية انت بتشتغل عليها. الاوفر ثينكينج بيزيد مع الفراغ والملل وعدم الوضوح، لكن لما يبقى عندك حاجة حقيقية بتشتغل عليها، هدف مكتوب، مشروع، عادة بتعملها أو تدريب، حاجة بتشدك لقدام، دماغك ساعتها بتكون مشغولة في الواقع بدل ما تفضل تخلق مشاكل وهمية. وفي الآخر عاوز أقولك إن الحياة على الناحية التانية شكلها بسيط. بتفكر لما التفكير يكون فعلا مفيد وبيوصلك لحلول إيجابية،
وبعديها بتسكت والموضوع بينتهي وبتعيش حياتك. قراراتك بتكون أوضح، نومك بيكون أحسن، شغلك بيكون أحسن، حضورك وتواجدك مع الناس اللي حواليك بيكون أقوى لأنك ما بقيتش عايش مسجون جوه دماغك. الخلاصة إن الأوفر ثينكينج ده مش تفكير، ده وهم متنكر في شكل إحساس بالمسؤولية. مش بتوقفه بالمجهود، بتوقفه لما تشوف إنه فعلا ملوش أي فايدة بس بيكلفك كتير. ولما تدي دماغك هدف حقيقي اللفة دي بتموت لوحدها. يعني مثلا أول ما تلاحظ بداية اللفة قول لنفسك ده منتال نويز أو دوشة دماغ، وسيبها تعدي من غير ما تناقشها أو تتفاعل معاها. ولما تجرب ده ما تنساش ترجع وتكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو تجربتك، واشوفكم الحلقة الجاية.